ميسي يخون والده بسبب الهلال. الهلال وضم هوساوي ورحيل الشهري للاتحاد. رسميا صدمة بنزيما والهلال. دياز انتصرنا رغم الضغط. يترقب عشاق الفريق الأول كرة القدم بنادي الهلال قرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي النهائي بشأن مستقبله مع علم الساحرة المستديرة. وميسي البالغ من العمر 35 سنة ينتهي عقده مع الفريق الأول كرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو 2023، حيث رفض عرضين من أجل التجديد. ومع اقتراب نهاية عقده مع النادي الباريسي، تلقى الأسطورة الأرجنتينية عرضا رسميا من نادي الهلال مقابل 400 مليون يورو، أي 1.5 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. ويميل خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية ليو إلى انتقال اللاعب إلى الهلال أو إنتر ميامي الأمريكي، أو حتى تجديد عقده مع باريس سان جيرمان. ولكن راديو كاتالونيا فجر مفاجأة كبرى بمخالفة ليونيل ميسي رأي والده وعائلته، حيث يفضل العودة إلى الفريق الأول كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني. وليو أحد أبناء نادي برشلونة الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية قبل أن يصعد إلى الفريق الأول كرة القدم عام 2003 ليصبح أسطورته الخالدة عبر التاريخ، حتى رحل في صيف 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية. هذا وقال راديو كاتالونيا في خبر عاجل منذ قليل: ليونيل ميسي يرى العودة إلى نادي برشلونة بعيون أفضل من بقية عائلته. وحسب آخر التقارير فإن ميسي سيحصل على 8 ملايين يورو، أي 31 مليون ريال فقط، في حال عاد إلى العملاق الإسباني حتى يستطيع النادي تسجيله. وهذا يعني أن ميسي سيضحي بمبلغ 1,469 مليون ريال سعودي تقريبا عن الذي يمكن أن يحصل عليه إذا انتقل إلى نادي الهلال في الصيف القادم. أثار الإعلام الرياضي حسن الصبحان الملقب بملك التوقعات الجدل في الشارع الرياضي السعودي بشأن صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والاتحاد. وكشف الصبحان عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات القصيرة تويتر عن اقتراب الهلال من التعاقد مع زكريا هوساوي ظهير أيسر نادي الاتحاد مقابل التنازل عن مهاجمه الدولي صالح الشهري إلى قلعة العميد. ويبحث الزعيم الهلالي عن ظهير أيسر جديد بسبب تكرار إصابات ياسر الشهراني وعدم وجود بديل في هذا المركز، ولكن يبدو أن هذه الصفقة مستحيلة وغير حقيقية، حيث قام نفس الإعلامي بحذف تغريدته من صفحته بتويتر. وأيضا رد نادي الاتحاد على هذه الأنباء بشكل غير مباشر، حيث نشر صورة للنجم الدولي زكريا هوساوي بالزي السعودي الرسمي وهو في حالة استرخاء تام، في إشارة إلى كذب هذه التقارير. وخلال الأيام الماضية طمأن أنمار الحائل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جماهير الفريق الأول كرة القدم بشأن بقاء ظهير الشاب المتألق. جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع هوساوي في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي أحد، قبل أن يفعل بند شرائه لمدة 5 سنوات. حسم ريال مدريد الإسباني قراره بتجديد تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري. وكان بنزيما قد قاد ريال مدريد أول أمس لتحقيق فوز تاريخي 5-2 على ليفربول الإنجليزي أول أمس الثلاثاء على ملعب إنفيلد رود في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبنزيما البالغ من العمر 35 سنة ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 من يونيو 2023 وسط تضارب الأنباء بشأن التجديد من عدمه. ومع اقتراب نهاية عقده مع فريق العاصمة الإسبانية، قدم ناديا الهلال والنصر عروضا رسمية إلى المهاجم الفرنسي الكبير وفقا للتقارير المحلية والعالمية. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قرر بشكل فعلي تجديد تعاقده مع كريم بنزيما لمدة موسم إضافي حتى صيف عام 2024 بكونه قائد الفريق وما زال قادرا على مواصلة التألق. وأوضحت أن بنزيما موافق أيضا على الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي، خاصة أنه ما زال يطمح في تحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق الملكي. وارتبط اسم بنزيما في البداية بالانتقال إلى الفريق الأول كرة القدم بنادي النصر لمزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل أن يظهر اسم الهلال بقوة. أشاد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي بالروح العالية والقتالية للاعبيه وفوزهم الصعب على فولاذ الإيراني 1-0 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا منطقة الغرب. وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أود أن أهنئ اللاعبين على الروح العالية، الفريق كان يلعب تحت الضغط وقدم مباراة كبيرة، المواجهة كانت صعبة وتفوقنا فيها وحققنا الأهم وهو التأهل. وأضاف: لعب المباريات المتتالية تسبب في الضغط على الفريق ولياقة فولاذ العالية صعبت علينا اللقاء ومنعتنا من الحسم المبكر. وعن مواجهة الدحيل القطري في نصف النهائي المقررة الأحد المقبل على استاد الثمامة، قال المدرب الأرجنتيني: نعرف الدحيل جيدا، مدربه كريسبو كان لاعبا وتدرب على يدي وحققنا إنجازات، سعيد جدا بمواجهتهم وستكون مباراة ممتعة.
في مفاجأة من العيار الثقيل اشتعلت منافسة ثلاثية بين الهلال والنصر والاتحاد لضم أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. والدوري السعودي للمحترفين أصبح وجهة لنجوم العالم، خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. والعالمي تعاقد مع رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023 ولمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، أي ما يعادل ملياري ريال سعودي. ووفقا لصحيفة The Evening Standard، تلقى ساحر الإيفواري والفارد زاها جناح الفريق الأول كرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي 3 عروض رسمية من المملكة العربية السعودية. وزاها البالغ من العمر 30 عاما والتي تقدر قيمته السوقية ب 32 مليون يورو ينتهي عقده مع كريستال بالاس يوم 30 يونيو 2023، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر مجانا. وكشفت الصحيفة عن أن الهلال والاتحاد على رأس الأندية السعودية التي تريد التعاقد مع زاها في الميركاتو الصيفي القادم. من ناحيتها أعلنت صحيفة ميرور البريطانية عن رغبة نادي النصر القوية في التعاقد مع النجم الإيفواري لتشكيل ثنائي هجومي مع رونالدو. وأشارت الصحيفة إلى أن اللعب مع رونالدو في صفوف الفريق الأول كرة القدم بنادي النصر يغري ويلفرد زاها الذي لا يريد تجديد عقده مع كريستيان بالاس. بات أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مهددا بعقوبة آسيوية قاسية خلال الأيام القليلة القادمة. والهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز الكبير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ب3 أهداف مقابل 1. وأسفرت قرعة البطولة القارية عن مواجهة بين الزعيم الهلالي ونادي فولاد خوزستان الإيراني في الدور ربع النهائي مساء الخميس القادم. وفي هذا السياق اتهم شباب الأهلي دبي النجم الدولي علي البليهي قلب دفاع الهلال بالبصق على جماهير النادي الإماراتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دور 16. وتسببت هذه الواقعة والتي نفاها رفيع الشهراني وكيل أعمال البليهي في إثارة الجماهير الإماراتية التي قامت برمي زجاجات المياه على نجوم نادي الهلال. وحسب لوائح دوري أبطال آسيا والتي تم تعديلها في عام 2021 ونشرتها صحيفة الشرق الأوسط وقتها، فإن علي البليهي سيكون مهددا بالإيقاف من 2 إلى 4 أشهر قاريا على النحو التالي: معاقبة أي لاعب يتسبب في مشاجرة بمباريات دوري أبطال آسيا بالإيقاف من 6 مباريات إلى 4 أشهر مع غرامة $10,000.